ورجعنا لكم من الفاصل ومعانا بقى دلوقتي الفقرة التانية، الفقرة المحبوبة لكل عندهم قنوات على اليوتيوب وكل اللي عايزين طاقة إيجابية. معانا الأستاذ مجدي عبد الغفار، أخصائي نفسي ويوتيوبر الاتنين، صح؟ تمام يا فندم. منورني. ربنا يخليك يا فندم. نور يا فندم. شفت لحضرتك فيديوهات كتيرة على اليوتيوب بتدي طاقة إيجابية للناس وبتحب كده تديهم طلة مشرقة على الحياة، تمام. صح؟ هو ده حضرتك تخصصك، مظبوط؟ هو انا اخصائي نفسي، اه فاللي خلاني اعمل قناه على اليوتيوب يعني انا حابب ان انا اشارك كل حاجه انا اتعلمتها مع الناس. تمام، حتى بتفيد مثلا الناس. يعني اي حاجه انا اتعلمتها حابب ان انا اديها للغير بدون مقابل. تمام. فدي حاجه. الحاجه التانية انا اللي خلاني برضه اخش مجال اليوتيوب ان انا حابب ده، يعني ما ينفعش حد بتحب يخش. تتكلم مع الناس بحب والناس اتكلم تسمعك. اه وبستحمل مثلا قاعده قدام الكمبيوتر، استحمل مثلا ان انا لسه هعدل في الصوت. كل الحاجات دي بالنسبه لي انا ببقى مستمتع وانا بعملها. اه بتحب الموضوع ده. لازم هو اكون فعلا اللي بعمل حاجه بيحب وانا بحبها. الموضوع ده فعلا بيدي فيه طبعا يعني اي حد. وبينجح فيه، واللي انا شايفاه فعلا بسم الله ما شاء الله يعني من غير حسد، اللي حضرتك فعلا ناجح في الموضوع ده وعندك ناس بيستنوا كده الفيديو بينزل علشان يشوفوا الحمد المشاهدة لله، بتاعته. ده فضل من عند ربنا والله. يعني الفكره كلها فعلا ان حب انا النهارده الحلقة فعلا حب الناس ده من حب ربنا ربنا سبحانه فعلا وتعالى. ورضا ربنا على البني ادم. هي الحمد لله. الحلقه النهارده كده، سواء الفقره الاولى او فقره حضرتك. الحمد لله. قول لي حضرتك بقى كده، الاخصائي النفسي، تمام، المفروض بيأهل الناس، بيديهم طاقه ايجابيه، ولا يعني المعروف عنه، ولا بيحل مشاكل، ولا ايه بالظبط؟ بص يا فندم، في البدايه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام. الاخصائي النفسي هو يعتبر اكتر شخص بيساعد الناس ان هم يخرجوا الطاقه اللي جواهم، سواء كانت تمام. طاقه سلبيه او طاقه ايجابيه. هو بيساعد الناس على الطريق الصحيح. يعني مثلا بيعمل جلسات تعديل سلوك، جلسات ارشاديه، جلسات تنمويه. الهدف منها ان احنا بنشوف الشخص اللي قدامي. نفترض مثلا في حد مثلا عنده مشكله، تمام. لو نفترض مثلا التدخين، ده يعتبر سلوك سلبي. انا دوري هنا ان انا اقول له الطريق اللي يمشي فيه صحيح، ولكن مين اللي بيحل المشكله؟ هو اللي بيحلها. بس انا بقعد معاه بخليه يطلع كل الكلام اللي جواه، اه واقول له على الحاجات الايجابيه اللي هو عملها في حياته واخليه يستمر فيها. اشغله بحاجه تانية تبعده عن الحاجه السلبيه اللي هو بيعملها. تمام. طب نفترض مثلا لو جاني، نفترض مثلا طالب متفوق، يبقى ده هعمل معاه جلسه تنمويه انميه اكتر. اقول له لا انت هنا، بس مش يعني هديله تعزيز بشكل ايجابي. ما اجيش مثلا احبطه واقول له اللي انت بتعمله ده غلط، لا. اه اقول له اللي انت بتعمله انت ممتاز جدا فيه، بس هيبقى احسن لو انت عملت كذا. بتشجعه، اشجعه، ده تعزيز، بتدي طاقة تشجيع. وبتشجعه. كذلك برضو نفترض مثلا يعني كل انواع الطلاب. في مثلا طالب ممكن يكون مستواه متوسط، ابدا برضو هنا اشوف الحاجه اللي هو الحلوه اللي بيعملها ايه. المهم ان انا اركز على الحاجه الحلوه اللي فيه، ما افضلش طول الوقت اقول له لا انت هنا غلطت انقد كذا. انقد انقد النقد ده فبيجيب بيوقع. احباط. يعني النقد ده بيخلي الواحد ما يستمرش. حتى تمام. يمكن اكتر حاجه انا بقولها مع نفسي وبقولها للناس كلها: ومن الصبر يرتفع القدر. صح. اغلب الناس مثلا عندها استعجال، ما فيش صبر، عايزه تحقق الحاجه بشكل سريع جدا، في حين ان انت يعني عايز مثلا في يوم وليله تحقق كل حاجه. طيب انت بنيت ده، يعني دخلت مثلا جواك الحاجات المطلوبه، يعني المعدات والقدرات. لازم انمي نفسي. مظبوط. ما ينفعش ان انا في يوم وليله اوصل لده. تمام. لازم امشي على خطه. يعني مثلا انت قايم، اول حاجه انت قمت من النوم، هتعمل ايه النهارده؟ يومك ده هتعمل فيه ايه؟ فهي الفكره كلها هنا الاخصائي النفسي دور ان هو يدي طاقه ايجابيه لكل انسان مهما كانت مشكلته. انا بشوف الانسان اللي قدامي هو مريض يستحق العلاج، وليس تمام. كمجرم يستحق العقاب. يعني انا مثلا لما بقعد مع حد وبيعمل سلوك غير اخلاقي او سلوك عدواني، عنف، تنمر، اي نوع من انواع السلوكيات عامه، ما اجيش ادخله في سكه ان انت مجرم. هو كده مش هيستمع ليا، مش هيطبق اللي انا هقوله. لازم يكون هو جاي يتكلم معايا، هو اكتر شخص هيفضفض له هو انا. يعني هو مثلا مش هيتكلم مع والده او والدته في الحاجات اللي هو يحكيها لي، بيديني بيخاف. بيديني الاسرار بتاعته كلها. في تمام. حين ان انا اساسا في مبدأ سريه. يعني هو انت هتحكي لي الحاجه مستحيله اقولها لاي حد. اه يعني شرط من شروط ان انا اكون اخصائي نفسي ناجح ان انا اكون كل الحاجه اللي بتتقال لي هي سر بيني وبينه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه، لازم يكون هو صريح.
ما ينفعش يعيش في قصه فيلم هو مش يعني مش موجوده في الواقع، وانا لما اجي الصراحه امشي دي معاك في بتيجي الطريق. من الثقه المتبادله. فانا عشان اوصله للصراحه اه لازم احببه فيا، تمام. لازم اشاركه تجاربي الشخصيه، احكي له موقف انا مريت بيه في حياتي عادي خالص. لما اتكلم معاه عشان اقرب منه اكتر لازم بقى ايه يعني الحاجز النفسي ده اخليه مش موجود. زي بالظبط مثلا لما مندوب كده مبيعات بيخش مثلا على حد، بيكسر الحاجز النفسي بينه وبين العميل عشان خاطر يبقى بيتكلم كانه بيتكلم مع حد يعرفه بقاله فتره طويله. فانا مظبوط. نفس النظام. الاخصائي النفسي هو اكتر شخص هيساعدك في حل مشكلتك، اكتر شخص انت هتتكلم معاه وكلام بينك وبينه لا يعلم الا الله. في نفس الوقت لازم تكون صريح معاه وتثق تماما ان هو ده الشخص الوحيد اللي هيحل لك المشكله بتاعتك لو انت يعني صدقت ده. تمام تمام. ده بالنسبه للاخصائي النفسي. طيب موضوع اليوتيوبر بقى. اللي خلاني هي اتجه لليوتيوب يعني انا من انت صغري حضرتك عندك كذا قناه عندي صح؟ قناه اه دروس مجدي، اه وقناه يوميات عائله ميجو. دي قناه اه الفلوجات، انا وزوجتي وبنتي كارما بنطلع مع بعض كده نعمل فيديوهات، بس برضه فيديوهات تعليميه. اه. يعني ممكن مثلا ابقى بتكلم مثلا مع كارما. طب تعرف انا لو انا شفت قناه واحده، انا لو اعرف ان القناه التانية خاصه بالاسره، كنت دخلت زوجتك معاك، هي مستنياك بره. انا عارفه. طبعا ان انا شاء لو الله. اعرف ان القناه دي فعلا فيها الزوجه كنت مش مشكله ان شاء ان الله. شاء مره الله تانية ان شاء الله. فيديوهات كتير ان شاء الله. مم. فقناه دروس مجدي بقدم فيها كل الحاجات اللي انا اتعلمتها في حياتي. يعني مثلا انا بحب المونتاج، تمام. انا كل حاجه اتعلمتها تعلم ذاتي، يعني ما خدتش كورسات. تمام. مع نفسك كده. مع نفسي. مم. كنت مثلا ده بفضي. اجتهاد على فكره. هو اجتهاد. وفعلا الموضوع ده لما تحب حاجه بتفضل تجتهد فيها كده لغايه ما تنجح فيها. اكيد طبعا، يعني اي حد بيحب حاجه بيبدع فيها مم. وبيستمر وبيستحمل عواقبها. اه. يعني مثلا العقاب اللي انا شايفه ان انا ممكن اقعد لمده 12 ساعه على الكمبيوتر عشان اعمل فيديو، ده من يعني اي حد تاني يشوفه عقاب ان انت تقعد مم. كده، لكن انا بالنسبه لي انا 12 ساعة هستحمل ده. وبعد كده في الآخر الفيديو يطلع لنا مثلا 10 دقايق أو ربع ساعة يعني. اه تقطيع اه. وتظبيط صوت ومونتاج حاجات كتير قوي. يعني اكيد طبعا مم. انتوا عندكم خلفيه اه اكبر مني طبعا. عن الحاجات دي. مم. ف فالحاجه هنا ان انا لما حبيت الحاجه دي بدات ان انا اتعلم، يعني ادخل مثلا اكتب في السيرش سواء في محرك جوجل او في اليوتيوب. عايز مثلا اتعلم مونتاج، عايز مثلا اتعلم برمجه، عايز مثلا مم. اتعلم خلي بالكم تظبيط الحاجات الصوت. دي مونتاج وبرمجة وتظبيط الصوت والطاقة الإيجابية. ادخلوا على القناة. القناة دي في أنهي قناة الحاجات دي؟ في دروس مجدي. دروس مجدي. ادخلوا على القناة دي. خلي عندكم بقى طاقة إيجابية حتى كده. انا محدد مثلا كده كل مثلا اسبوع بعمل فيديو تحفيزي. اه. الهدف منه اغلب منشئين المحتوى على اليوتيوب بيبقى بيصيبهم الاحباط السريع عشان مفيش مشاهدات، مشاهدات قليلة. اشتراكات ضعيفه لا، اللي يدخل اليوتيوب يحط في دماغه الصبر الصبر الصبر. لو ما عندكيش الصفة او ما عندكش الصفة دي من الاول بلاش تدخلوا مجال اليوتيوب خالص هيبقى يعني. صعب بالنسبه لهم جدا عشان اه. اغلبهم عايزين يعني فاكرين ان انت مثلا لما تخش مجال اليوتيوب انت في يوم وليله ممكن توصل بشكل سريع. امم. بيحصل، بس ده عشان يحصل لازم حاجه اسمها ترويج. اه. يعني مثلا اطلع مثلا مع قناه كبيره يتكلم عني، او ممكن اعمل مثلا اعلان ممول على جوجل امم. ادورد، فده هيكون سريع معاه، بس اكيد طبعا هيحتاج منه فلوس تمويل. فلوس كتير. اه. لكن لو هتبدا لوحدك انت هتتعب، امم. بس والله العظيم هتلاقي كتير. طب قولي دلوقتي بقى، السؤال بيجي لي كتير قوي. لو اتفضل. حد منشئ قناة جديدة، تمام، يحتاج فلوس قد ايه عشان يعمل له اعلان ممول، عشان آه، يبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ يجيله ناس؟ تمام. الفكره كلها بتعتمد هنا اول حاجه الفيديو اللي هو يعمل بيه اعلان ممول. يعني تمام. الاعلان نفسه اللي هو الفيديو اه. مثلا ممكن يكون من 30 ثانيه، في ناس بتعمله دقيقتين، بس يفضل ان هو يكون قصير صغير. وبيعبر عن محتوى القناه بالكامل. مم. يعني مثلا يبدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا مجدي عبد الغفار منشئ محتوى على اليوتيوب، بقدم كذا كذا كذا، اتمنى تكون الناس تخش تتفرج على القناه وتشوف المحتوى اللي انا بقدمه. تمام. وفي ال 15 ثانيه او ال 30 ثانيه دول هو بيعملهم يكون طلع كل طاقته من ناحيه مثلا الحاجات اللي هو الاسلوب بيعملها. في الكلام اه وكده بيشد. اول حاجه الفيديو، اه. عشان هو الفيديو اللي هيجيب بعد كده مثلا مشاهدات، وفي نفس الوقت الناس تبقى تشترك. حابه تشوف، حابه تشوفك. ما ينفعش مثلا ابقى تمام. طالع في الفيديو تمام. ساكت، ما فيش اي ايموشن عملتها في الفيديو تخلي الشخص وهو بيتفرج على الفيديو كده ينبهر او يبقى فيه انتباه. ما هو انا تمام. عايزك تركز. هتركز ازاي وانا صوتي واطي، في تشويش حواليا، او الاضاءه مثلا ضعيفه؟ لازم اظبط كل ده. طيب انا مش بعقدها والله، بس الفكره مم. كلها اول حاجه اتعلم ان انت الصبر. تتكلم اه. كتير. يعني ممكن مثلا يبدا حوار بالبيت،
اتكلم مع اخواتك، اتكلم مع والدتك، مع والدك، حضر موضوع كده واطلع اتكلم. هيحصل لجلجه تلعثم وهتعرق ده في وهتلاقي نفسك الاول، اه. في الاول كده، وبعد كده الدنيا بتمشي. بس انا بوصي لكل واحد عنده قناه يبقى فيه صبر جامد، تقدم محتوى انت بتحبه عشان تعرف تكمل فيه. بلاش مثلا موضوع معين كده ويجيب موضوع من الشرق، لان انا بشوف قنوات غريبه قوي، المشكله موضوع من ان الشرق ومن الغرب اه وكده طب فين المحتوى؟ الفكره ان هو لا تكن امعه، يعني مثلا ما تقلدش، يعني خلي تمام. ليك شخصيه، خلي ليك فكره ابداعيه عشان اللي بيتفرج عليك يبقى بيستمتع باللي انت بتقدمه. تمام. الفكره بقى دلوقتي قد ايه الميزانيه عشان يعمل اعلان ممول؟ يعني مثلا في مثلا يبدا ممكن ب 80 جنيه، مم. في مثلا ب 400 جنيه، ده حسب الحساب اللي هيعمله. يعني مثلا في حاجه اسمها جوجل ادورد، اه. لو انا هعمل اعلان ممول ادورد هنا بيقول لي انت عايز الحساب بشكل يدوي ولا بشكل تلقائي. بشكل يدوي يعني انا المتحكم في الحساب، لما الفلوس اللي موجوده في الفيزا تخلص مم. الاعلان هيقف. تمام. فبيقول لي الفلوس قد ايه اللي انت تعمل بيها، حد ادنى 80 جنيه. مم. ممكن اعمله مثلا باي فيزا انترنت، بس لازم تكون فيزا انترنت او مثلا فيزا فودافون كاش. تمام. لكن ما ينفعش فيزا مشتريات او كده، لا لازم تمام. تكون فيزا يا انترنت للغايه. انترنت يا فودافون كاش. ممكن يعمل فودافون كاش عادي. تمام. ب 80 جنيه، ده مم. لو هيعمل الحساب على جوجل ادورد حساب يدوي، يعني تمام. هو المتحكم فيه. لكن لو عمل حساب تلقائي، مم. لما تخلص الفلوس اللي هو حاططها في الفيزا، ادورد ممكن يبعت له 400 جنيه تاني، بس هيسدهم بعد كده في اي وقت. تمام. طيب يعني بس الحد الادنى لعمل اعلان ممول على جوجل ادورد والحساب تلقائي 400 جنيه. 400. تمام. فده الميزانيه اللي ممكن مثلا يبدا بيها. لكن انت عايز بقى ميزانيه تخلي الاعلان يكون قوي جدا، مم. فاكيد طبعا هتدفع نعدي مبلغ، بقى. هتدفع مبلغ كبير. نعدي. طيب احنا كده اخدنا ايه يعني، يعني حاولت الم الموضوع كله، سواء اخصائي نفسي او يوتيوب. انا بشكرك جدا على ربنا يخليك يا الفقره، وان فندم. شاء الله مش تبقى اخر فقره معانا، انا مبسوط هتشرفني جدا تاني والله. عشان تفيد الناس وتديهم طاقه ايجابيه كده. ربنا يكرمك يا رب. متشكره لحضرتك. العفو. ربنا يخليك. نطلع فاصل ونرجع بقى لفقره المطبخ والاكل.